في يوم ليس ككل الأيام، يوم 9 من أفريل عيد شهداء تونس، انطلقت رحلتنا. البداية كانت هنا من الشارع الكبير، حيث نظمت كبرى التشكيلات السياسية والأحزاب تظاهرات لإحياء الذكرى، فحملنا الكاميرا وتابعنا أهم الفعاليات. أردنا أن نبدأ مع مظاهرة الحزب الحاكم الذي وجدناه يربي الأطفال على قيم السلم ونبذ العنف، ولكن أصحاب المكان عبروا لنا بأننا غير مرغوب فينا. يلا ارحل يا أعلام، يلا ارحل يا أعلام. مش لازم وقعدوا فيها، هنا مشينا. هناك من الجهة الأخرى كانت مسيرة الاتحاد من أجل تونس تستعد للانطلاق في اتجاه باب سويقة. صديقنا سمير الطيب قوي في المعارضة، ولكنه ليس ضخم الجثة. في وسط المسيرة ما تشوفوش، وزيد يبرك عليه إياد الدهماني بكتف شوية لقتله. توا فهمنا علاش الميليشيات ما جاتش، يعرفوا لك يبدأ إياد الدهماني موجود هو يقوم بالواجب ويكسر وحده جداق زملائه في المسيرة. هؤلاء الشبان جابوهم لمسيرة الجبهة الشعبية ووعدوهم بفتور. قالوا لهم محمل همامي مطيب روز جربي بالعصبان، ومن بعد جبدوا بيهم. لذلك هم يقرعون الأطباق والأصحن للمطالبة ببعض الأكل. الأمن كان مستتبا هذه المرة. فرقة البيس قامت بحراسة المسيرات على عكس مسيرة عمناول التي حرستها فرقة الزرابط. هذاك علاش صارت فيها مشاكل. ربما لهذا السبب وجدنا جوهر بن مبارك منبوذ شوية هذه المرة. قال لنا يا حسرة على عمناول كي كسروا لي يدي الظلميين، كيفاش نهبط في 9 أفريل وما يضربني حد ونروح لباس. تبا السياسة باظت يا رجالة. هذه أمامكم مليونية حزب المؤتمر من أجل الجمهورية. نعم لقد جاءوا بالملايين، لكن ما شافهم حد خاطرهم في ساعة ما روحوا. تركنا شارع الحبيب بورقيبة حيث بقي أنصار النهضة والجبهة مقابلين بعضهم ويسمعوا في بعضهم في الكلام، وتبعنا مسيرة الاتحاد من أجل تونس حيث قيل لنا فم الجو شيخات إلى باب سويقة. ولكن في الطريق اعترضنا هذا الرجل الذي اعتقدناه يوقف في تاكسي، ولكنه لم يكن كذلك. تحية وطنية في عيد الشهداء، تحية نهضوية نتاع النهضة. تحيي في شكون؟ تو مسيرة النداء تونس الشعب وينه؟ هو ما خرجش برشا الشعب. أنا من النهضة. علاش الشعب ما خرجش؟ أنا من النهضة. عليه أنا نسأل فيك علاش الشعب؟ أنا ما نحبش نداء تونس. نحكيو على عيد الشهداء اليوم. الله يرحمهم. علاش الشعب ما خرجش برشا اليوم؟ اسأل روحك. أنا ما خرجتهم. نعم يا فؤاد اسأل روحك. يبدو أنك عامل برشا دوانة في وسط البلاد ورابط الخيوط مع الحزب الجمهوري. انت عسلامة. وصلنا أخيرا لباب السويقة حيث كانت الأجواء مختلفة تماما. نعم هنا كان الربوخ والبومزيوت خدام. هؤلاء فرقة حمد إبراهيم للفنون الشعبية، شعارهم هو طبل يا طبال. هنا فقط توحدت الطبقات الشعبية حول الطبلة والمزمار. يرحمك يا ابن خلدون، حتى هذا الملتحي من لجان حماية الثورة كان جاي باش يبلبز الاجتماع يا أخي ما نجمش يشد روحه وهبط يشتح. نعم هذا هو الشعب الذي قال له فرحات حشاد أحبك يا شعب، فأجابوه عفوا يا حشاد، فنحن الشعب اللي يحب اللعب. وحده السيد سمير بالطيب عاش معاناة الكادحين في هذا اليوم، على خاطر حتى فوق المنصة فإن إياد الدهماني مازال بارك عليه وقال له اليوم ما عندك وين تهرب مني. كم هي صعبتنا التحالفات الحزبية خاصة مع جماعة الجمهوري اللي واكلين الشعباتة. طبعا وكيما في كل ربوخ كان من الضروري باش تصير نبذة. الجماعة هذم حبوا يدخلوا، قالوا لهم سامحونا يا الأولاد راهي القاعدة عائلية. في تلك الأثناء كان سمير بالطيب يخطب في الجماهير، ولكنه بعد الخطاب رجع شد بلاصته تحت ضبوط إياد.
يبدو أنه استانس. هكذا كان عيد الشهداء في هذا العام، شهداء نتذكرهم ونكرمهم ونطالب بما طالبوا به، الكرامة والحرية وكل تلك الأشياء التي نراها جميلة كما يراها جميل الدخلاوي من تونس.